خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع. قال فيها صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا بمكان هذا، فرحم الله من سمع مقالتي اليوم فوعاها، فرب حامل فقه ولا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. واعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد. واعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، وعلى لزوم جماعة المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك.